السلام عليكم، نهاركم زين الناس الكل. أخبار جديد على الاتحاد العربي لكرة القدم وإعلان القائمة النهائية للأندية التي ستشارك في البطولة العربية للأندية البطلة، واللي اسمها العام هذايا بطولة الملك سلمان، يعني التي ستقام في السعودية في شهر أغسطس المقبل، يعني في شهر أوت المقبل إن شاء الله. الاتحاد العربي البارح أعلن الأندية التي ستشارك، يعني القائمة الرسمية والنهائية التي ستشارك في هذه البطولة. باش نحط لكم القائمة أنا تو على الشاشة ونقرأ لكم الأندية المشاركة. بالنسبة للسعودية يعني هم 4 نوادي: النصر السعودي والاتحاد السعودي والهلال السعودي والشباب السعودي، يعني هذوما الأربعة من السعودية. بالنسبة لتونس الترجي الرياضي التونسي، النادي الرياضي الصفاقسي، الاتحاد المونستيري. بالنسبة للمغرب الوداد البيضاوي، الرجاء البيضاوي والجيش الملكي. بالنسبة لمصر طلائع الجيش والزمالك المصري. بالنسبة لليبيا الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس. بالنسبة لعمان اليمن يعني النهضة والسيب، هذوما زوز نوادي يعني في اليمن. الجزائر هما شباب الوزداد وشبيبة الثورة، شبيبة الثورة مش شبيبة القبائل، شبيبة الثورة، يعني هذوما الجزائر شباب الوزداد وشبيبة الثورة مش شباب القبائل. بالنسبة للبحرين المحرق والمنامة. المحرق ما نعرفهاش والمنامة نعرفها، زوز نوادي. بالنسبة لقطر زوز نوادي، السد القطري وقطر. بالنسبة للعراق زوز نوادي، القوة الجوية والشرطة. بالنسبة للسودان زوز نوادي، المريخ السوداني والهلال السوداني. بالنسبة للإمارات الوحدة الإماراتي. بالنسبة لسوريا تشرين. بالنسبة للبنان البرج. فلسطين شباب الخليل. الأردن شباب الأردن. وموريتانيا نواذيبو. بالنسبة للكويت الكويت الكويتي. بالنسبة لليمن فحمان. ان شاء الله حظ موفق للجميع. هذه القائمه اللي اعلنها الاتحاد العربي للبطوله هذه، ان شاء الله حظ موفق للجميع. طبعا تعرفوا اللي انا حكينا عليه البطوله هذه اللي كان بصراحه فما فرق كبير برشا بين النوادي السعوديه والنوادي الاخرى، برغم ان النوادي الافريقيه لا تقل اهميه، النوادي الافريقيه العربيه نحكي انا، ولكن النوادي السعوديه بصراحه في الفتره الاخيره يعني بصراحه تفوقت برشا، خاصه بالاسماء اللي فيها. البطوله السعوديه قويه برشا. حظ موفق للجميع، وان شاء الله نشوفوا فيها منافسه يعني شرف الكره العربيه وشيخونا كره ونشوفوا فيها برشا كره. نهاركم زين الناس الكل.